اللقاء بين الوزيرين وقام وزير الداخلية بإجراءات تنهي الموقف. خلوني أسمع التفاصيل من السيد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم. أهلا وسهلا سيادة الوزير. اهلا وسهلا خير بيه. أهلا بحضرتك. سيادتك قررت النهارده خلاص ان جمهور الزمالك يحضر مباراة، وافقت يعني؟ والله هو جالي كمال بدرويش واتفقنا، وباذن الله يعني انا وافقت لهم، وباذن الله هو تعهد ان هتكون تشجيع بروح رياضيه بعيدا عن اي سبب. كان المنع بسبب ايه سيادة الوزير، او الحظر كان بسبب ايه؟ كنتوا قلقانين من ايه يعني؟ والله يا خير بيه، احنا سمحنا اكثر من مره بالجمهور، ولكن انت عارف حصل مره في الدفاع، نادي الدفاع الجوي شغب من الجمهور، وبعدين في الجونه وللاسف كان الجمهور الواحد اتخانق مع بعض وضربوا شماريخ، فالواحد بيتخوف تسقط قتلى ولا حاجه داخل المدرجات، فده السبب اللي الواحد بيتخوف فيه من حضور الجمهور والشغب اثناء المباراه يعني. طب ايه اللي طمنكم وخلاكم تغيروا رايكم وتوافقوا انهم يحضروا؟ والله انا من فتره من يعود التشجيع اللي كنا بنشوفه قبل كده من روابط المشجعين والانديه، وكان بيبقى تشجيع في اطار من الروح الرياضيه كان منظر بيبقى جميل في المدرجات، فكنت بتمنى انه احنا نرجع للكلام ده. فسمحت في البدايه لما كانت بتحصل في الجونه بحضور بعض جزء من الجماهير في اطار العوده التدريجيه للمدرجات، ولكن حصل الشغب اللي حصل ده فخلانا تراجعنا شويه. انما هو يعني احنا بدايه هو يعني نتمنى ان نهائي الكاس بتاع مصر يتم باذن الله على خير بدون شغب ويتم في روح رياضيه. ماتش نهائي كاس افريقيا بتاع الاهلي برضك يمكن احنا سمحنا ب 20,000، نتمنى ان هو يكون بروفا لعوده المشجعين. وماتش مصر وغانا ان شاء الله انتم موافقين انه يكون بجمهور ولا هتحسم انه بدون جمهور؟ نعم يا فندم. ماتش مصر وغانا اي فندم هيكون بدون جمهور؟ لا باذن الله بجمهور يا فندم باذن الله. بقى يعني انا باخد ماتش النهائي بتاع كاس افريقيا مع بتاع النادي الاهلي، يعني باذن الله يكون بروفا قدومنا على فكره ان احنا نعود مره اخرى للمدرجات ويعود التشجيع للمدرجات مره اخرى بروح. طيب النهارده حضرتك وانضم الينا السيد المهندس عبد العزيز فاضل وزير الطيران. اهلا وسهلا سياده الوزير. اهلا يا فندم. اهلا بيك سياده الوزير. انت معانا ومعايا السيد اللواء محمد ابراهيم وزير الداخليه كمان، بنتكلم على الجهود اللي انتوا قمتوا بيها النهارده. اكمل بس مع السيد وزير الداخليه. سياده الوزير النهارده التقيت انت والمهندس عبد العزيز فاضل وزير الطيران. والله هم حضروا لي النهارده في مكتبي وكان معهم السيد وزير الطيران، وطبعا اهالي الشباب كانوا يعني بيلتمسوا ان هم على اساس طلبه وعلى اساس الامتحانات، فحرصا من الوزاره على مستقبلهم احنا خاطبنا النيابه بحيث انهاء هذا الموضوع وحرصا على مستقبلهم وخروجهم لتاديه امتحاناتهم. نعم. انما نتمنى ان يبقى في تواصل بيننا وبين تلك الروابط وخصوصا التراس الاهلي، على اساس ان يبقى في ثقه وفي تواصل بيننا عشان عودتهم للمدرجات وعودتهم للتشجيع في حدود التشجيع الرياضي السليم وبعيدا عن الناحيه السياسيه. طيب يعني دي دعوه من حضرتك لالتراس الاهلي انه يتواصلوا معاكم مع وزاره الداخليه وهيجدوا كل ترحيب ومساعده باذن الله باذن الله. حضرتك تم اتخاذ قرار النهارده بالتنازل عن الدعاوى او البلاغات اللي تقدم بها عدد من رجال الامن والضباط الامن المركزي؟ احنا بعتنا جواب للسيد النائب العام، وبكره باذن الله هنكمل بقيه الاجراءات. بكره هيتكمل بقيه الاجراءات عند السيد النائب العام لاخلاء سبيل هؤلاء الشباب. باذن الله. انا بشكرك جدا السيد اللواء محمد ابراهيم وزير الداخليه.